فطارك وسحورك ب 100 افتح وشوف الكميه. دوت بيبقى عباره عن كيس رز، كيسين مكرونه، جردل مربى، جردل مربى، ازازه حاجه ساقعه كوكاكولا اللي هي الجامبو، طبق جبنه تركي، طبق جبنه بيضه، طبق لانشون، فاهمني؟ بس حاجات كلها خامات، كلها خامات، حاجات محترمه، جوده محترمه، كلها خامات وحاجات تعجبك يعني. العرض ده اساسا السعر الحقيقي عامل 200 جنيه. احنا بنبيعه في الكرتونه بمناسبه الشهر الكريم اللي داخل، بنبيعه ب 100 بس. فهو عرض محترم الناس كلها شغاله عليه يعني. انا ممكن مثلا احجز اخد 2 مثلا، واحده ليا واحده لاخويا؟ لا هو للاسف مفيش الا كرتونتين بس. عايز ايه يا حبيبي؟ هو مفيش الا كرتونتين بس. هو واحد حجز، الاستاذ وحجز واحده، مفيش الا اخر واحده. عايز ب 10 جبنه ثلاجه لما عايز ايه؟ ب 10 جبنه جبنه ثلاجه وهعدي عليك تاني. طيب ماشي هنا اجيب لك كرتونه بس عرض هيعجب حضرتك يعني. تمام ماشي يا عبدو هات كرتونه الفطار والسحور للاستاذ. كده بقى في 2 زبادي كمان. بس حاسبنا على الكرتونه الاول ودول هنحاسبك لوحدهم عشان دي سعرها لوحدها، دي عامله 100 جنيه. مفيش مشكله اتفضل. بس حاجه هتعجبك ان شاء الله. خلي بالك منتجاتنا كلها خامات، مش منتجات اللي الناس بتبيعها والمحلات بتبيعها، لا خامات. عندنا حاجه خامات، ما نبيعش الحاجات الشعب اللي هي موجوده بره دي. كل اللي موجود عندنا خامات، حاجه هتعجبك يعني. تعالى يا عبد، هتحط الكرتونه للاستاذ. ساعدنا يا معلم. حط يا باشا. ماشي يا استاذ. انت بقى الكرتونه بتاعت حضرتك يا باشا. حصال. ايوه كرتونه الفطار والسحور. ازاي يعني؟ ايوه حضرتك، ما استنى بس قبل ما تتكلم وقبل ما تحكم شوف المكونات بتاعتها. كيس المكرونه، كيس رز، جردل المربى. استنى بس يا باشا. كيس المكرونه التاني. ايه ده يا باشا وانا بقول لك المنتجات عندنا خامات، ما انا قلت يعني ده اعمل بايه ده يعني؟ يا باشا دوت بص اسمع بس يا باشا القصه. دوت هتحطه في الميه 3 ايام، تجيب نص متر رمله وتفرشه على السطح وتفضل الرز ده بعد اسبوع شوف هيطرح لك ايه. يعني انا بعد اجيب نص متر رمله ب 80 90 جنيه عشان احط فيهم شويه رز لمده 3 ايام. ايوه وتبدره وتشوف بعد، لا ده بعد اسبوع تشوف بعد اسبوع. إيه. بذر الزيتون دوت دي البذره الاصليه، تبدرها برده جنب الرز وشوف هتطلع لك ايه بعد اسبوع. يابا ايه يا غالي؟ انا مش فاهم انا حاجه. ايه يابا في ايه؟ انا خدت منك العرض بتاع السحور والفطار. وخدت زيتون. خدت البنات الزيتون. طيب كلام جميل. ايه المشكله؟ ورشتها زي ما انت قلت لي. الناس كلها بتشكر فيه. ايه المشكله؟ تمام انا بقول لك انت قلت لي رشها جنبها اسبوع، رشها حط رمله. طيب تمام. جنبها اسبوع، انا قعدت اسبوعين جنبها لحد. طب حضرتك شجره زيتون ايه؟ مش اللي معاك دي شجره الزيتون؟ اسمعني الارض عني مش فاهم حاجه. دلوقتي انا زرعت وحطيت الرمله وبدرت عشان يطلع. انت جبت قد ايه؟ نص متر رمله ولا؟ بس جبت ربع متر. لا تزود نص متر رمله ب 350 جنيه. ب 350 جنيه. بس ايه اللي انت بتعمل حاجه ولا؟ نقول بس الاستاذ نقول له العرض ده، نقول له عرض. يا عم عرض ايه وبتاع ايه يا عم؟ عرض ايه وبتاع ايه؟ عرض ايه وبتاع ايه؟ انا مش فاهم يا جماعه. اعمل شغل هبل. الراجل ذنبه ايه؟ ده شغل هبل. بص يا عم مش عايز انا الحاجه دي. ثواني بس. مش عايز انا الحاجه دي خالص. لا مش عايز خالص. يا عم امسك ايه وبتاع ايه يا عم؟ هكسر لك دكان. لا ما ينفعش الكلام ده. بتهزر معايا؟ هزار ايه وبتاع ايه؟ تقول لي بذره نطلع لك شجره وبتاع. لا مش حقيقي. ما ينفعش اللي انت بتعمله. لا بتهزر معاك والله. لا مش حقيقي. كل حبتين مكرونه طلع لك 3 كيلو. ده مش حقيقي. كل دوت انا بتهزر معاك. عايز كيس لبن بقى. كيس لبن ايه؟ عايز العرض اللي عمتي خدته منك امبارح بالله. اللي هو ايه؟ عرض السحور والفطار ولا السحور بس؟ ب 100 باين حاجه زي كده. العرض اللي هو ابو 200 بره ده اللي احنا بنبيعه ب 100. ايوه تمام موجود. الفطار بتاعنا والسحور تمام موجود بس اخر كرتونتين انا موجودين. عايز واحده بس معلش. طيب مفيش مشكله. انت حظك حلو اخر كرتونتين موجودين. العرض ده عباره عن ايه؟ بص احجزها لي هوصل عمتي بس جنب منك هنا في الشارع وجاي. طيب خلاص مفيش اي مشكله. ما تنسانيش ما تجيش تقول لي ما خلاص. خلاص لا مفيش مشكله. خلاص ماشي. ده عباره عن ايه العرض ده؟ العرض ده يا باشا عباره عن اسمه فطار وسحور ب 100. افتح وشوف الكميه. دوت عباره عن مكونات جوه كيسين مكرونه، زائد كيس رز، زائد جردل مربى، زائد حاجه ساقعه جامبو اللي هي 2 لتر، زائد طبق جبنه تركي، زائد طبق جبنه ثلاجه، زائد طبق لانشون. كل ده موجود ب 100 جنيه. كل ده ب 100 جنيه بس. ده ثمنه بره عامل 200 او 220. العرض بتاعنا والمنتجات بتاعتنا كلها خامات، يعني جوده محترمه، جوده عاليه جدا، كلها خامات. يعني الحاجه مش زي الحاجات اللي بتشتريها من بره. يعني اللانشون غير اللانشون،
فاهمني؟ المكرونه غير المكرونه، حاجات جودتها عاليه. عايز كرتونتين طيب. لا ما هو مفيش الا كرتونه واحده والله، ما انا لسه قايل للاستاذ مفيش الا كرتونه واحده. طب بتصرف لنا يا عم. مفيش والله الا كرتونه واحده، ولو في انا مش هنخش على حضرتك. هو كان في كرتونتين الاستاذ حجز كرتونه. اهو تمام. تمام، وهي اخر كرتونه. انت حظك حلو انت واقف والعرض يتنطط وانت واقف. يعني مش هتعرف تشوف لنا اي كرتونه ثانيه؟ لو هينفع والله انت خلاص بقاله يومين ماشي. شغال. هات لنا طب العرض مع الحاجه دي. تحت امرك. خلاص كده ده عبده. موضوع الكميه اللي انت بتقول عليها. ايوه لا كميه ده بس انت هتفاجئ بحاجات تانية، ده خامات. يعني المكرونه بتاعتنا الكيس يعمل 3 اكياس من بره. ما لانه نعرفوش خام اصلا لانه خام. تعالى يا عبد. ساعدنا يا معلم حط، والله. تعالى حط. خش. ده الجبنه يعني ولا الايه؟ لا دي الكرتونه اللي فيها المنتجات كلها اللي انت طالبها. منتجات عرض يا ايه؟ باشا. انا يا استاذ انا هوريك العرض انت. ايوه ما هي دي هي كرتونه المكرونه الجبنه. فين باقي العرض بقى؟ لا ما هو العرض دوت فيه كل اللي انا قلت لك عليه. عرض ايه بسم الله بقى؟ الرحمن الرحيم. بسم الله. كيس المكرونه، كيسين مكرونه، واحده سباكيتي وواحد عادي. تمام. مم. ازازه الحاجه الساقعه الجامبو. تمام. جردل المربى. كيس الرز. مم. تمام. طبق الجبنه، خامه الجبنه، خامه لانشون، خامه تركي. ده دعايه للحاجه اللي انت هتديها لي يعني السلام ولا جرب وبعدين السلام عليكم. وبعدين حضرتك نشتري؟ سلام ورحمه الله عم وبركاته. زعلانه منك. ليه حضرتك؟ انت قلت لي خد الكيس احطيه على البوتاجاز 3 ساعات هيكبر معاك وهيبقى كيلو. لا انا مش قايل لك. مديها نص كيلو. لا ده كده يعمل له بتاع حوالي كيلو. انا وبعدين لا ده نص. انا مش قايل لها 3 ساعات. ما انا قايل لها ايه؟ انا قلت لها حطيه 3 ساعات على النار. 3 ساعات على النار. بعد ما هي كده- عملت كده. ايوه بعد كده بقى تغطيه تقعد تسيبه 3 ايام. المكرونه اللي انت الحجم اللي انت شايفه ده والكميه اللي انت شايفها ده هيتضاعفوا في 3. يعني هتبقى 3. يعني هي تغلي الاول 3 ساعات على النار وبعد كده تسيبه 3 ايام في الميه. وبعد كده تسيبه 3 ايام في الميه. هتعمل 3 حلات من دي. استهدوا بالله بس ثواني بس. انت ايه يا أستاذ؟ الكيسه دي اللي عملت ده كله؟ ايوه يا استاذ في الكيسه لا دي؟ بس دي عقل. دي لام دي. والله مشكله صح. هو الاستاذ مانو ايه مشكلته؟ مش عارف واخد العرض هو مش مقتنع. بص يا مش استاذ مقتنع. الرز دوت بص هو راح اديها لك. تمام يا عم لا بس تمام. ثواني بس. تمام. تعالى بس ثواني الرز بس ده ثواني. بتاع تاكل. ما انا عايز افهم بس ثواني. طب سيبني افهمك. هي دي عملت لك دي؟ الكيسه الكيسه دي؟ دي زعلانه كمان. بقول لك زعلانة ليه بقى؟ خامه المكرونه حضرتك. بس عشان عملت نص. انا بقول لك اللي هي خامه الكيسة دي. المكرونه حضرتك. عملت لك نص كيلو. اه. زعلانه. هي اللي زعلانه مش زعلانه. انت مش زعلان؟ لا. الرز ماشي يا أستاذ، دوت هقدر ماشي على طول. تمام. كيس الرز ديت هتبدرها على السطح. هتجيب نص متر رمله وتفرده على السطح. تمام. ما وتبدر ينفعش ده تينا الرز سمرة؟ ده. واسبوعين ما ينفعش تينا لا سمرة؟ تينا مع الرز لا. ده احنا بنهزر. رمله. تمام. في الزيتون دوت دي بذره الزيتون الخام. ديت نفس الكلام بس هتجيب طمي اسمر طينه يعني. تبدره على السطح اسبوع بتاعت الرز. اسبوع بالظبط وشوف هتطرح لك ايه. هتطرح على فكره ايه؟ ما ينفعش الوصل ده. ايه يا استاذ فيه؟ والله ما ينفعش. خير في ايه؟ اللهم يعني صل انت على دلوقتي النبي. انا واخد عرض منك بتاع السحور والفطار، تمام. وقلت لي ازرع البذر بتاع الزيتون تمام. وابذره على طب ما الرملة. حضرتك انا شايف الشجره ما شاء الله ما عليها. فيهاش ولا بذره. ما شاء الله. انا قعدت جنبها ازاي ما اسبوعين فيهاش تحت ولا الشمس. ازاي ما فيهاش يعني زيتون؟ انا بجد اسمريت وتعبت وجالي الضغط يا جماعة والسكر استهدوا بسبب بالله. المرض. قعدت عليها كام قد ايه يا استاذ؟ اسبوعين. انت قلت لي اسبوع، قعدت اسبوعين عشان اطلع بذريه واحده بس. هو انت واخد اخضر ولا اسمر يا استاذ؟ واخد اسمر. لا الاخضر بيقعد 3 واخد أيوة، اسمر. الاسمر بيقعد 3 اسابيع. أيوة. انت ما عرفتش طيب. ما هو حضرتك انا ما اعرفش انت انا عايز تعبت تقعد. بجد. كل اشخاص زرنيه. نوع الزيتون بس كان ايه بس؟ طب انت بدرت طمي. الكلاماتا. بدرت زعلان إن هو طمي ولا ما بدرت عملش. رمله؟ يا عم طينة؟ فهمونا بس. لا دي عايزه رمله ما صفرا. فهموني بس عشان اخد منك الحاجه. ثواني يا استاذ بس لا، بعد بس اذن بالعكس حضرتك. انا بس اسمع بس. متر رمله ب 450 جنيه. أيوة. تمام. تبدره على يعني السطح هجيب متر رمله ب 450 جنيه. وتبدأ طينه. تمام. طينه. تمام. ده مش محتاج سماد. شجره الزيتون مش محتاج سماد. يعني مش هتصرف فلوس. مش يعني مش هتصرف على السماد. مش هجيب رز كده. لا. يعني هو رمله لا هي رمله بس. وطينه. العرض يا غالب بالله عليك. وهيطلع لي زيتون كلاماتا. هيطلع لك. لا مش كلاماتا بقى. احنا قلنا هيطلع اخضر. الكلاماتا ده بص أنا عشان عايز أفهم. الكلاماتا ده بيعوز شهر يكون رمضان طب عايز خالص. كلاماتا. يكون رمضان خالص. ايوه يا راجل عايز كلاماتا اديله. وبعدين لا مش عايز ده. دي واحده بس. يعني جبتها منين دي؟ ما مزرعه هي هي الشجره يعني. والله. ما هي بتاخد 3 اسابيع. ما هي دي كده. دي طرحه اسبوعين يا استاذ. دي طرحه اسبوعين. ثواني بس. ما انا عشان عايز افهم يا برضه. استاذ دي طرحه اسبوعين. انا خدت من ديت ده؟ النوايا ديت بحطها في الرمله او الطينه. ايوه وبعدين بتطلع لي بعد اسبوعين. يعني الشجره زي دي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم لا فيها حسن. فيها زيتون كتير. اه انتوا بتجيبوا منين؟ ما هو يا استاذ مطرحه ايه بس. أيوة، دي هي طرحه مطرحة بس اسبوعين. مش فاهم. دي طرحه اسبوعين. انت لو كنت صبرت عليها اسبوع يا كانت جماعه هتبقى استنى إيه؟ بس ثواني بس هي انتوا كانت هتهزروا. هتبقى ثواني بس احنا هنهزر. يا عم بس ثواني بس سيب بس يا عم ايه ده بس في بس يا استاذ. استنى بس يا استاذ. استنى بس يا استاذ. يا استاذ بس عشان انتوا كده بتهزروا. يا عم ثواني بس. الطرحه اهي يا استاذ. الطرحه اهي. الطرحه اهي. بص ده
اسمع بس يا استاذ يا عم سيب بس البتاع بس. ايه ده بس احنا جاي نهزر. ما انا عايز افهم هو ده ايه؟ دوق وبعدين اشتري ولا انا ايه ده؟ هو هناخد العرض الكرتونه ما انا هناخده وهاخد الفلوس. لا ما ينفعش. لا هينفع. ازاي يعني؟ هينفع. ازاي؟ ما ينفعش حضرتك. هي طرحت هي استاذ والزيتون اهو. انا ما بسجلش على زيتون ايه يا عم؟ يا عم طرحت ايه وبتاع ايه؟ يا عم اوعى طيب ايه وطرحت مقلب فلوسك ايه؟ هات بقى العرض. هنجيب لك العرض وهنجيب لك المحل. خد يا عم زيتون ايه؟ حط تعالى حط خش على مكتب الكرتونه بتاعت حضرتك. كرتونة ايه؟ ده الجبنة يعني ولا ايه؟ لا دي الكرتونه اللي فيها المنتجات كلها اللي انت طالبها. انت خلاص استهدوا بالله بس ثواني بس. انت ايه يا استاذ؟ الكيسة دي اللي عملت ده كله؟ ايوه يا استاذ في الكيسة دي؟ بس دي عقل دي اقلام دي. والله مشكلة صح تطرح على ايه؟ فكره ما ينفعش الوسط ده على فكره. ايه يا استاذ؟ بجد والله ما ينفعش. خير في ايه؟ هتحط الكرتونه للاستاذ. ساعدنا يا معلم. حط يا باشا. انا مش فاهم حاجه. الوقت انا زرعت وحطيت الرمله وبدرت عشان يطلع 350 جنيه. ايه اللي انتوا بتعملوا حاجه ولا نقول بس الاستاذ نقول له العرض ده نقول له العرض يا عم عرض ايه؟